اللي انا فعلا بشكرهم على ادائهم جدا جدا في الجامعه، في توعيه وتثقيف وبناء جيل من القاده الجداد في المجتمع الاسماعيلاوي والقناه وشباب الجامعات عموما. بيشرفنا النهارده سياده اللواء محمد ثروت، مساعد وزير الداخليه مدير اداره مكافحه المخدرات، وده مهم جدا في هذه الفتره ان يتكلم مع اولادنا من تجربته الشخصيه وطبيعه عمله عن التحديات في هذه الفتره الحساسه. كمان بشرفنا سياده اللواء اشرف عبد الحق، مساعد وزير الداخليه مدير اداره الاسلحه والذخيره سابقا، اللي بنرحب بيهم جميعا وبنتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله اولادنا يستفادوا. المعسكر هينطلق من النهارده حتى يوم الاربعاء صباحا، اقامه كامله في المدن الجامعيه بمواقف قياديه معينه ياخدوا فيها التجربه ويتعلموا ويستثمروا طاقتهم ويستفيدوا من القامات اللي احنا بنجيبها. احنا داخل المعسكر ده بنحاول نخلق من الطالب شخصية قيادية كبيرة، لأن حضرتك زي ما أنت عارف إن الشخصية دي تعتبر هي وحدة الحياة النفسية والنموذج الفريد للفرد. يعني إيه نموذج فريد من الفرد؟ يعني كل فرد مختلف عن الآخر. فإحنا دلوقتي القيادة كانت الأول، هل القيادة هل هي فطرية أم مكتسبة؟ دلوقتي قالوا ان القياده عباره عن جزء فطري وجزء مكتسب. فاحنا اللي احنا بنعمله في المعسكر ده ان احنا بننمي القدرات القياديه عند الطالب من خلال مجموعه من المحاضرات النظريه، بجانب انه بيتعايش مع مواقف قياديه داخل المعسكر. بالفعل أصبحت جامعة قناة السويس فيه اهتمام غير عادي من قبل السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور، بضغط شديد وباهتمام شديد جدا وزي ما بيقولوا كده برعاية شديدة جدا من معالي النائب الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة، للاهتمام بكل ما يتعلق بأنشطة الطلاب وتنمية مهاراتهم، وليس مهارات علمية فقط في مجال التعليم، ولكن أصبح هناك مهارات سلوكية، مهارات شخصية، ومهارات لغوية، ومهارات اجتماعية، خاصة ان احنا دلوقتي بنتكلم في مصر الجديدة. فأصبح محتاجين الطالب يحاكي سوق العمل ويكون قادر على خوض غمار سوق العمل. النهارده دولتنا العظيمه بقياده رشيده في ظل فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل شغله الشاغل الشاب، واحنا بفضل الله عز وجل، لان الشاب ده هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. فاحنا باذن الله عز وجل لا نألو جهدا في كل ما ينفع الطالب الجامعي، لان الطالب النهارده طالب عندي في الجامعة سواء 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات حسب الكلية اللي بيدخلها، بعد كده بيطلع على الشارع بيبقى إنسان. حاولنا على قد ما نقدر إن احنا نعمل تأقلم أو نعمل نوع من التحديث مع المستجدات الموجودة دلوقتي، من أول المحاضرين نفسهم والمحاضرات نفسها اللي هيتم إلقائها للطلاب. في فعاليات مختلفة في المعسكر. يعني السنة دي عملنا زيارات ميدانية خارج الجامعة عشان يبقى برضو في ربط بالمجتمع اللي بره وهكذا، ونقدر نزور حتى الاماكن اللي حصل عليها تحديث خارج الجامعه، وبالتالي الولاد يطلعوا على ايه اللي موجود بره وهكذا. لا احنا دلوقتي بنحاول نخلي موضوع عملي. هيبقى الطلاب في خلال اليوم هيبقى بيبدا من الساعه 8، وخلال اليوم هيبقى في انشطه للطلاب، وهيبقى كمان في محاضرات من اساتذه الجامعه ومن ناس تانية، شخصيات تانية يعني ما شاء الله عليها، يعني مرموقه في المجتمع. يعني الاجازه مش هي اجازه بس، لا احنا لازم ان احنا نطور من نفسنا، لازم ان احنا نحاول ونسعى جاهدين ان احنا نكون نسخه كويسه في المجتمع، وان احنا نترك الاثر ويكون باقي بعدينا بعد ما نتوفى ان شاء الله. الحقيقه المعسكر تجربه فريده، يعني هي فرصه كبيره ان الطلبه تتعرف على بعض اكتر، ان هم يكتسبوا مهارات قياديه كبيره. والمعسكر كمان بيدمج الطلاب ده والهمم في المجتمع الجامعي. دي مش اول مره، يعني معسكر اعداد القاده مركز اعداد القاده بيدمج دايما. معسكر عيش التجربه لم يكن مجرد فعاليات وانشطه، بل تجربه متكامله لصقل الشخصيه وتنميه مهارات القياده وتعزيز روح الانتماء والمسؤوليه لدى الشباب الجامعي. تجربة ناجحة برؤية أوسع وثقة أكبر واستعداد حقيقي ليكونوا قادة المستقبل القادرين على البناء والعطاء. فالقيادة تبدأ بخطوة، عيش التجربة كانت أول الطريق. من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، رحاب الطاهر، تلفزيون القناة. شهد محافظ